السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في موضوع ممكن يكون جه في بال اي ام من الامهات اللي بتسمعنا على سنان اطفالها. هل يا دكتور السنان اللبنية اللي بتكون موجودة عند الاطفال دي ليها جذور ولا لا؟ اقول لك الاجابه طبعا بيكون ليها جذور. طب ليه يا دكتور لما تيجي السنه تقع وتطلع مكانها السنه الدايمه بنلاقي ان هي ملهاش جذور؟ لان طالما السنه الدايمه بدات تطلع في البق بتلاقي ان هي ايه، كلت الجذور بتاعتها. انما هي ايه، بتكون لها جذور عادي جدا، ولما تحصل مشاكل عند الطفل وبيكون لسه في وقت لما نيجي نعمل اشعه على ان يطلع له السنه الدايمه البيرمننت دي، بنضطر ان احنا نحشيها عصب عادي زيها زي الحشو العصب بتاع الكبار. بس فعايز اقول لك ان لو في الم او في حاجه ما تستسهلش وتقول مثلا انا عايز اخلع الضرس. دي برضو لفته مهمه لازم نخلي بالنا منها. لو مثلا الطفل عندي لسه السنه طالعه له واتسوست وواصله ان هي راحت تكشف عند الدكتور وقال له هي عايزه حشو عصب مش حشو عادي، لان لسه باقي مثلا سنه او باقي اكتر على ما تطلع السنه الدايمه، تعملها له عصب عادي بلاش تخلعها. يعني انا عارف ان هي كده كده هتتبدل لوحدها، بس طالما في امكانيه ان انا احشيها عصب عشان احافظ عليها لحد ما السنه الدايمه تبدا تطلع، اقول لك ماشي. امتى الحل ان هي نخلع فيها؟ لو قلت لك ان هي ايه، ان هي كده كده خلاص السنه الدايمه خلاص قربت تطلع، فاحنا ممكن مثلا نعمل حافظ مسافه قبلها بس. غير كده هتكون اختيارات كلها ايه، مش صح. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.